تخيلوا معي يا جماعة تكون عايش مرتاح وعايش حياة كريمة في بيتك، في يوم وليلة تصحى تلاقي حالك نازح من بيتك، طالع تدور على الأمان وعلى السلام عشان تحافظ على حالك وأولادك. فجأة تلاقي حالك ساكن في المدرسة، في أماكن الإيواء. عشان تفوت الحمام تتحمم لازم تستنى دور في حمامات المستشفيات والمدارس. عشان تأمن نص ربطة خبز بدك تستنى بال7 و8 ساعات. عشان تشرب مية نظيفة وهي مخلوطة مش نظيفة بدك تستنى دور. طبعا حتى لو انت معك فلوسك مش راح توفر لك الأمان والسلام في بلدك. تخيل انك انت ماشي اصلا في الشارع وشامم ريحة الشهداء وعارف انه تحت هذا الردم في شهداء، بس الدفاع المدني مش قادر يطلعهم. تخيل لما يكون معك 4 أولاد توزع أولادك إشي عند ست وإشي عند عمته وإشي عند خالته، عشان في حال إذا تم استهداف بيتك ما ينمسحش اسمك من السجل المدني. متخيلين؟